يمرون على الإمام الحسن ويقولوا له السلام عليك يا مذل المؤمنين، والله شنو لين سويت صلح وهدنه ويا معاوية. بينما الإمام الباقر يقول والله الذي صنعه الحسن بن علي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس. زين شنو الموضوع؟ لما سئل الإمام الحسن قال صالحت كما صالح جدي رسول الله. فلما صالح النبي صلح الحديبية الناس رفضوه واعتبروه هزيمة، بس بعدين عرفوا بأنه هذا انتصار. والدليل على انتصاره هو أن قريش خافت من نمو الدولة الإسلامية فخرقت الصلح وقتلت عدد من المسلمين، فالنبي أعلن الحرب عليهم وتوجه من المدينة لمكة. هنا قريش استعانت بباقي قبائل العرب المشركة، لكن القبائل لم تنصرهم بسبب وجود هذا الصلح. فالعرب عندهم اللي ينقض حلفا أو عهدا هذا ظالم ولا ينصر، لذلك تمكن المسلمين من السيطرة على مكة وفتحها. فكان صلح الحديبية مقدمة لفتح مكة، وما يقابل فتح مكة هي ثورة الإمام الحسين، فلولا صلح الإمام الحسن لما ثار الحسين. وهذا الصلح كشف حقيقة بني أمية للناس إن هم ما يستحقون الحكم، بحيث قال معاوية إني والله ما قاتلتكم لا لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتزكوا ولا لتحجوا، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم. لذلك قال الإمام الحسين من خرج معي فقد أدرك الفتح. بعدين معاوية كان خبل ومجرم وراد يقتل كل المسلمين، فهنا شنو الأولى؟ يبقى الإمام الحسن بمكانه ويقول له لا أنت مالك حق وتروح كل هاي الأبرياء؟ ومعاوية كان يقدر لأن جيشه قوي لو يتخذ الصلح حلا. فهنا نفهم حديث الرسول اللي يقول الحسن والحسين إمامان إن قاما أو قعدا. فهم هيك الأئمة بعضهم يكمل ويمهد البعض وتتنوع أدوارهم وهدفهم واحد اللي هو نصرة الإسلام. فهواي يردون يطفون نور الإمام الحسن بالحديث عن أمور هم أصلا ما يفهموها لأن عقر الجمل. فاحنا شو نقول لهم؟ حتى الشمس من انولد رادت إذن أن تنسحب، نور الحسن لا ما يغيب ولا يختفي ولا ينحجب، هذا ضوال الأبد أيها الحسن مدد.